انا نفسي ارشق في دماغهم من جوه اشوفهم بيفكروا ازاي. انا محتاج ادخل في دماغ البت دي دلوقتي، اشوف ايه اللي يهيأ لها، او ايه المقابل ان يخليها جسمها رخيص كده ونفسها رخيصه كده. اقول لكم احنا عندنا مواهب بس محتاجه تدفن. وجدعانة جدعانة جدعانة واحلى حاجة فينا بنحب بعضنا. انت حريفه في كل حاجه الا الربايه. انت حريفه في المياصه، حريفه في قله الادب، حريفه في الرقص، حريفه في جوزك فين ولا ابوكي ولا اللي انيكي فين؟ هنا مجموعه من المشاهير بيقدموا لنا فقره كلها مياصه. طبعا تيجي تقول ازاي دول نسوان وبيرقصوا قدام رجاله وفي وسط رجاله، واقول لك دول مشاهير مصريه، دول ما عندهمش رجاله في بيوتهم، واقول لهم كده عيب. ابو عمار بيصور ام عمار وهي بتترقص الرجاله. يا مزة يا بطل يا غزال مصر الاول رد علينا. مبسوطه. هو الفيديو باين ان هم متفقين مع بعض، بس ليه نصور المقصه دي؟ يعني ليه نصور قله الادب دي؟ ما دي قله ادب ان حد يعكس دي قله ادب. وانت يا ابله يا جميله يا حلوه، انت امك شافتك كده والواد عمال بيعمل فيك كده. ده كاتب على الفيديو من فوق، ده عندها حسنه بجد اكيد. مع من كتر حسنات جابتك، ومن كتر حسنات طلعت معاك. يا عالم يلا ما تربطوش. العيله القمر، العيله اللي كلها غوازي، العيله اللي كلها والله بتمرجح في ونزلتوا لي ايه يا عالم يا اللي لحظه بس. الراجل ده انا قلت لكم قبل كده ان هو قدوتي، انا محتاج اب زي ده. صح من الخواطر يا باشا روح احلقي شنبك يلا. الستات في ثواني معدوده. حبيبي كنت عايزه انزل اعمل شوبينج. طبعا الفيزا هي خليها معاكي، هاتي اللي انت عايزاه. حبيبي جبت لي الحاجه اللي انا طلبتها منك. الراجل 100 100 اهو. ما تنساش حاجتك. حبيبي جبت لي الحاجه. انا اسف نسيت. معلش بكره اجيبها لك. ان عمري ما طلبت منك حاجه وجبتها لي. بالله عليكم يا شباب، واحنا في ليلة النصف من شعبان تدعوا لأخوة عبد الرحمن من قرية الصواب، ربنا يطلعه من ظلمات البحر وتريح قلب امه عليه. بالله عليكم تدعوا له وتشهروا البوس. بعيدا ان هو موقف جميل من طفل زي القمر زي كده، ولكن الشاب اللي بيكون غرقان بيكون فعلا اهله محروقين عليه. ادعوا لهم يا جماعه. يا اخي والله احنا محتاجين من الست دي كتير، والله محتاجين زيها كتير. اللي بتراضي جوزها دايما ربنا بيراضيها. عايزه ربنا يراضيكي ويرضى عنك، راضي الراجل اللي معاكي، راضيه دايما وطبطبي عليه، حسسيه دايما ان هو سند وامان ليكي، حسسيه دايما ان هو عكازك في الحياه، حسسيه ان هو جوزك ثم جوزك ثم جوزك ثم جوزك ثم باقي الدنيا بعد كده. بجد هتكسبيه وهيلبي لك كل طلباتك. الراجل سهل قوي. شوف الستات هي دي الناس اللي تتقدر، دي الناس اللي تستحق انها تطلع. والله يا حاجه احنا محتاجين منك حوالي بتاع يجي 170,000. دولة قانون بتعمل على كل محتوى هابط غسيل اموال، وانتوا حاسبتوا كل الناس على غسيل الاموال، حتى مروه بنت ريس على 70,000 جنيه غسيل اموال. كروان مدخل اكتر من 30-40 مليون، محدش حاسبه على غسيل اموال ليه؟ واتعملت الجريمه الاصليه لغسيل الاموال، اتعملت، والجريمه الاصليه بتاعت غسيل الاموال اتعملت خلاص. ايه الجريمه الاصليه؟ وهو المحتوى الهابط، واتحاكم عليه وخد عليه 6 شهور. ليه ما فيش توابع للقضيه بتاعته؟ اشمعنى كروان؟ ولا انتم محتاجينه في الحاجه دي؟ احنا مفراره صح بجد والله. انا قلت الكلام ده وقت الفرح بتاعه، طلع لما حوالي مش عارف يجي 20 مليون جنيه وعادي، والموضوع عدى كده بقى اللي هو خلاص. ليه يا جدعان ليه؟ ده عشان عقله يعني. العيال ده عايشين ازاي بجد والله؟ يعني عايشين ازاي؟ ابهاتهم فين وامهاتهم؟ واللي خلف الذريه المعفنه دي فين؟ موجود فين؟ يعني خلفها ورماها كده وسابها تطفى علينا احنا ذنبنا ايه يا راجل تقرفنا كده؟ بس يا جماعه اللي زيي واللي زيك احنا بعاد جدا والله جنب الناس دي. ده الراجل ده
تقريبا الميكروفون او الكهرباء قطعت، فطلع يأذن في الشارع قدام الناس كده زي ما انت شايف. حي الفلاح، حي الفلاح، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا احنا الله. بنحسده طبعا على المنظر الجميل ده، ويا بخته ان هو اتحط في المكانه دي، ويا بخته ان هو كان حفيد من احفاد سيدنا بلال رضي الله عنه. والله يا حاجه احنا محتاجين منك حوالي بتاع يجي 170,000. الست اللي كل جوزها ما يطلبها تقول له هو انت متجوزني عشان كده؟ هو انت ما وراكش غير كده؟ هو ده اللي انت عايزه مني؟ في ايه يا فوزية؟ طب ما تديها له يا فوزية، خليه يمسكها يا فوزية. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة لما جوزك يطلبك كل شوية؟ ايه المشكلة لما تبصي في عينه بس تحس ان هو عايزك؟ يعني تبصي في عينيه تحس ان هو عايزك، تهيئي له انت نفسك. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة لما تعملي له اللي نفسه فيه؟ طب ما انت هتلاقيه بعد كده هيتردلك في معاملة، وهيتردلك في اسلوبه معاك. الحاجة دي احنا ما بنشوفهاش كتير ليه؟ ما بنشوفش فيديوهاتهم ليه؟ بتطلعوا لنا بس الناس التافهة في الاول اللي هو بيتبوظوا دماغنا على الفاضي. خلي بالك من صاحبتك، خلي بالك في حاجات منيلة بتحصل. هي كانت جارتي، بعدين بقى اصحاب، حبينا بعض قوي قوي، من حبنا ببعض اتجوزت جوزي وخلاص عادي، الموضوع سهل. المهم المأذون حب يتفزلك وبيقول له هثبت لك ان الجواز حلو، فسأل سؤال. أعرف حضراتكم متجوز وسعيد ومبسوط ومتهني في حياته. ولا واحد رد عليه، ولا واحد سعيد في حياته. السؤال المعتاد، الراجل اللي انت شارياله قاموس النوم ده عشان تلبسه له فين؟ أنا جدعانة وأحلى حاجة فينا. فيديو جميل وممتع ومبهر. هو الفيديو بس محتاج راجل والله راجل بس عنده شنب في وشه او ما عندوش يربيك. مشهد ولازم يتمثل كده، وانت مملطك لازم يحصل. انت اتجننت؟ تدخل فين؟ انت عايز تعمل لي مشكله؟ علشان خاطر يا نوجة، دي خدمة إنسانية لواحد صاحبي عزيز عليا قوي، لسه متعرف عليه لا يا طارق ما تسبليش. شايفين الموهبة؟ شايفين ليه يا أبلة؟ ليه يا أبلة اتقوا الله فينا، حرام عليكم يخرب بيوتكم. الواد ده سنته طويلة يا جماعة. داليا. نعم. هو أنا قلت لك قبل كده إن أكلك حلو؟ لا. طب بتطبخي ليه؟ الأكياس موجودة، الأكياس والسكين. عندنا المواهب بتطلع من تحت لفوق وريهم. في مواهب ودي ليه يا اخي دماغك حرام يا اخي، دي الله في نفسك يا راجل، حرام عليك، ليه تعمل في نفسك كده؟ على فكره انت تركز مع مراتك، عشان مراتك ما هتعمل زي الولاد. بص يعمل لها المواعين، يعني متجوز عشان انت تعملي المواعين. وماله. طب اقول لك على حاجه، انا معايا فيديو ليك وانت بتغسل مواعين. طب اقدر اطلعه دلوقتي؟ تلاقيكي كنت عيانه. لا والله العظيم عشان غسلت المواعين مره يعني خلاص. هو بيمسح الشقه. اقول لي بقى شفت عادل ما كنت تعبانه تعملها. ماسك عليه سداهات وهو بيغسل مواعينه وبيمسح الشقه. شفت؟ خلي بالك بقى، قسما بالله في حاجات كده مش هتلاقيها الا في مصر. يكرمك يا كرولوس ويبارك لك في اولادك ويصبرك على فراق المقدس اسحاق. ربنا يبارك لك يا كرولوس ويرحمه. بيدعي كرولوس عند الكعبه، يعني اللي هو ما فيش. احنا المصريين كده. رمضان قرب، ما تفتحش الراديو تاني بقى. قول لي عايز ايه؟ يعني احنا في رمضان. والاغاني اللي بتشغلوها كلها حاجات كده رمضان. كيوت خالص. الاغنيه بتاعت رمضان. عايز اغنيه ايه؟ اللي هي بتاعت استاذ حسين الجسمي. انهي واحده؟ اللي هي بيقول فيها سبحانك وبيروح هادي بقى بعديها. مش هدور لك عليها. هدور لك عليها حاضر في الاستوديو.